السلام عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم عن الفضيحة اللي حصلت في مباراة منتخب مصر الأولى أمام منتخب موزمبيق. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر، وقلنا إن نص الملعب هو أهم خطوط المنتخب المصري، واللي عندك فيه عدد كبير من اللاعبين اللي يقدروا ينفذوا أي طريقة لعب. وكمان قلت أتمنى إنه ما يلعبش بمحمد النني في نص الملعب أساسي، وخصوصا لأنك بتلاعب منتخب موزمبيق المنتخب الضعيف واللي عمل علينا مباراة، ولا منتخب البرازيل حتى. الكلام ده في الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن التشكيل الامثل للمباراة، وتقدر تشوف الفيديو في الوصف. انك تبدأ بالنني اللي انا شايف انه ملوش دور مع المنتخب ولا في الحالة الدفاعية ولا في الحالة الهجومية خلال سير المباراة. المشكلة الكبيرة انه غايب عن فريقه بقاله فترة كبيرة للإصابة، مش هقول لك دكة كمان. انا اتكلمت وقلت ان نص الملعب لازم يكون فيه زيزو وامام عاشور اللي نزل وعمل ميس باص كتير جدا وما كانش ليه دور، بس كان هيفرق لو خد من بداية المباراة. وطبعا لازم تلعب بديفندر واحد، يا هو حمدي فتحي يا اما مروان عطية. هو فعلا لعب بحمدي فتحي ولكن كلاعب وسط مهاجم مش ديفندر، والنني هو اللي كان ديفندر، فعشان كده شفنا لقطة زي دي. انا عارف ان الغلط الاول عند حجازي اللي هتكلم عنه برضه، ولكن تخيل لو مكان النني حمدي فتحي او مروان عطية كان هيتفرج كده برضه. غلط كبير ان النني هو اللي مكلف بالدفاع والتغطية على المدافعين وحمدي هو اللي بيهاجم. نتلاعب في نص الملعب اللي هو زيزو واللي محدش يختلف عن مستواه، اللي انا شايف انه لازم يلعب اساسي في المنتخب، ولكن توظيفه مكان صلاح كان خاطئ تماما على الرغم من الحركة اللي كان بيعملها. ونيجي لمحمد صلاح، لازم نعترف ان صلاح مهاجم وفينشر عالمي، واضاف الموسم ده لنفسه مهارة صناعة اللعب، ولكن تظل اكبر امكانياته في الهجوم مش صناعة اللعب. هو مش ابو تريكة، ولو خايف على رجله صراحة ما يجيش المنتخب تاني. ولكن نكرر، صلاح بيصنع لعب من الطرف كجناح مش صانع لعب، هو مش ابو تريكة. وتريزيجيه لا تعليق، ما عملش حاجة تذكر طوال الماتش، واللي كان بيفضي مساحة بشكل رائع لمحمد حمدي اللي عرضياته كانت كلها اي كلام ما عدا العرضية اللي جه منها الهدف، وكانت من لخبطة في دفاع موزمبيق. عشان كده لازم يلعب فتوح بشكل اساسي، وانا كنت شايف انك لازم تبدأ بفتوح في ماتش سهل زي ده عشان يجهز بشكل اكبر. وسيظل فتوح الباك الأساسي اللي عمل بطولة رائعة في البطولة السابقة، وعنده خبرات وكورته أعلى بكتير من محمد حمدي. وفي مركز الباك اليمين لازم البدء بعمر كمال، وده اللي أنا قلته في فيديو التشكيل الأمثل لمنتخب مصر. هاني لاعب رائع، ولكن عمر كمال كورته أعلى وخصوصا هجوميا، لأنه في الأصل كان جناح ويقدر يربط مع صلاح كويس بدون الحاجة إن زيزو يروح مكان صلاح وصلاح يدخل يلعب كصانع ألعاب. دي ممكن تتعمل مرة واحدة أو اتنين طول المباراة، اللي كنا مش عارفين نستغل العمق اللي صلاح أخطر لاعب عندك موجود في العمق. ونيجي للدفاع، وأقول الحمد لله إن ياسر انضم للمنتخب بغض النظر عن الطريقة اللي انضم بيها. وأقول لك تخيل في الكورة دي ياسر مكان حجازي، والكورة دي كمان وأحمد حسن كوكا، إزاي يبقى قبل كهربا في ترتيب المهاجمين؟ فين كهربا يا فيتوريا؟ ولكن بعد اللي قلناه ده واللي كنا ممكن نقول أكتر من كده، بس عشان الفيديو ما يطولش، الأخطاء ممكن تتصلح ونص الملعب بتاعنا مميز، ولكن نختار بس الثلاثي الأفضل والأدوار تكون صح. ما عنديش مشكلة مع النني، ولكن ما تلعبوش ديفندر يغطي على المدافعين وحمدي فتحي هو اللي بيهاجم. عشان كده بنشيل معظم اللي حصل لفيتوريا أولا، وبعد كده اللاعبين. تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، لأن ده بيساعد في انتشار الفيديو.